في حد بيسأل بيقول ازاي اتجنب الاصابات وانا بتمرن. بص يا سيدي، خليني اقول لك على 3 حاجات لازم تعملهم وانت بتتمرن. واحد، لازم تعمل احماء صح ومظبوط، لازم تعمل ورم اب. ما ينفعش ان انت تدخل الجيم على طول هوبا تخش على الاجهزه تتمرن، هتتصاب، البرفورمانس بتاعك هيبقى وحش، في نفس الوقت مش هتقدر تعمل الانتنسيتي المطلوبه منك. 2، ان انت تعمل التمرين بطريقه صحيحه. انا بشوف عادات وانا في الجيم الناس بتتمرن بطريقه بشعه، لا محافظ على رينج اوف موشن، ولا عارف العضلات المستهدفه، ولا التمرين مناسب ليه، ولا اي حاجه. الحاجه الثالثه وهي مهمه جدا، لازم التدرج في الاحمال اللي انت بتشيلها. الاوزان اللي انت بتشيلها لازم تطلع ستيب باي ستيب، مش اول ما تدخل الجيم وتسخن وتنزل تروح حاطط مثلا على الانكلاين بنش بريس 100 كيلو وبام بام بام بام، هيحصل لك اصابه. فخلي بالك، لازم تبدا ستيب باي ستيب، لازم تبدا بوزن خفيف تعمل احماء للعضله، بعد كده تبدا تزود اوزانك تدريجيا. ومالكش دعوه بالناس اللي هي بتشيل اوزان تقيله، ومالكش دعوه باليوتيوب والتيك توك والانستجرام واللي تشوف الاوزان واللعيبه بيتمرنوا بيها فتسخن، فتلاقي نفسك بعد كده جات لك اصابه قعدتك شهر او 2 او 3 او 6 شهور، وممكن ما تخلكش ترجع تتمرن تاني. ركز واختار صح.